في أيام بنحتاج فيها الطبطبة، مش بالكلام، بطاجن مكرونة سخن خارج حالا من الفرن. النهاردة عملت وصفة بسيطة بس خطيرة، كل اللي دقها وقع في حبها. طواجن المكرونة بالفراخ، الأكلة اللي بتطبطب على القلب. تعالوا نشوف عملناها ازاي، بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوف الخطوات. مية مغلية على النار، حطيت فيها معلقة ملح ونزلت بالمكرونة، وفي نفس الوقت هنعمل الصلصة. في حلة حطيت فيها بصلاية ومعاها ربع معلقة صغيرة سكر. السكر دوت فايدته ايه؟ بيدي تسكيرة للصلصة، وفي نفس الوقت بيكرمل البصل وبيخليه كده يعني في حتة تانية. جربوها هتعجبكم. اول لما يدبل معايا هنزل على طول بالثوم واديله تقليبة، بس انا مش عايزة لونهم يغير، يا دوب يتبلوا كده مع بعض. هنزل بالخل، معلقتين كبار من الخل. هكون مجهزة عصير الطماطم، هنزل بيها على طول واديها تقليبة، وانزل بالملح، عليهم رشة كمون، عليهم رشة فلفل اسمر، عليهم رشة بابريكا، ونديهم تقليبة ونطفي عليهم. ونروح للطواجن القمر بتاعتنا، نديها دهنة زيت وننزل بالشاورما بتاعتنا. بعد كده نجيب المكرونة، نحط عليها الصلصة ونقلبها، وننزل بالمكرونة في قلب الطواجن، نوزعها على الطواجن، كمية الطواجن اللي عندنا كلها. بعد كده بنغطيها بورق الزبدة وعليهم ورق الفويل، وبندخلها الفرن على طول تاخد السوا التمام ونخرجها. وشوفوا بقى الجمال والحلاوة، اديله ادي ولا اروع، يعني قلب الصغير لا يتحمل. احلى طاجن ده ولا ايه؟ والله تسلم ايدي يا جماعة، بجد تسلم ايدي. لو وصفتي عجبتكم ما تنسوش تقولوا رأيكم وتسيبوا حبكم في الكومنتات، وبألف هنا من مطبخ قلبكم.